يلا بينا يا شباب جريد 4 ونبدا شرح يونت 2 من المنهج الجديد، ونبدا مع بعض مع اول ليسن 1. ليسن 1 ده يا شباب بيتكلم على 3 شخصيات، عندنا ادم واخته واميره. ال3 شخصيات دول بيتكلموا ازاي هيعملوا هيلب للكوميونتي، ازاي هيساعدوا المجتمع. كل واحد من ده هيساعد المجتمع بطريقه مختلفه. عندنا ادم هيعمل كلين للتراش، وبعد كده هيعمل بلانت للتريز، واخر حاجه فيد دوجز اند كاتس. دول 3 حاجات اللي هيعملوا عشان يساعد المجتمع. طبعا عندنا اخته هتعمل هيلب للنيبرز، وهتعمل فولنتير ات ذا كوميونتي بارك. طيب اخر واحده اللي هي اميره دي بتعمل كولكت كلوث، بتجمع الملابس عشان تديها للناس المحتاجه. ده اول ليسن يا شباب من ليسن 1 من يونت 2. تعالوا مع بعض بقى نكتبه على البورد ونقسمه مع بعض بطريقه سهله ومبسطه عشان نفهم الدرس. طيب يبقى انا دلوقتي بتكلم عن ليسن 1 من يونت 2، واللي بتتكلم عن help the community، ازاي نساعد المجتمع. ده عنوان الدرس. طيب ازاي هنساعد المجتمع ده؟ الدرس متقسم على شكل قصة من 3 شخصيات. عندنا اول حد ادم، الاخ ادم، بعد كده اخته sister، ادمز sister، واخر حد اللي هي اميره. وزي ما قلت كده شافوا قبل ما نشرح على البورد ان انا كل واحد بيعمل حاجه معينه. طيب نبدا بادم يا شباب. ادم بيعمل ايه؟ ادم بيعمل 3 حاجات. اول حاجه بيعمل كلين ذا تراش، بينظف القمامه اللي في الشارع مع اصحابه. كلين ذا تراش. تاني حاجه بيعمل بلانت ذا تريز، بيزرع الشجر في الحديقه. خلاص، بيزرع الشجر في الحديقة. تالت حاجة بيعمل فيد، بيطعم أو بيأكل the cats and dogs، بيأكل القطط والكلاب عشان كحاجة مساعدة للبيئة. يبقى أنا عندي ده بالنسبة لآدم أول 3 حاجات بيساعد بيهم المجتمع، اللي هو بيعمل clean the trash، plant the trees، and عندنا هنا feed the cats and dogs. طيب بعد كده أخته بتعمل إيه؟ أخته بتعمل، عندنا هنا بتعمل help، بتساعد الجيران. او هنعمل بقى help her neighbors، بتساعد جيرانها. خلاص كده يا شباب، help her neighbors. تاني حاجة بتعمل volunteer at the community park، بتساعد في الحديقة المجتمعية بتاعت المنطقة اللي عايشة فيها. يبقى بتعمل حاجتين، help the community أو help her neighbors، volunteer at the community park. طيب تالت واحدة عندنا هنا بقى أمينة، دي بتعمل collect، بتجمع old clothes، أو بلاش old، هنخليها collect clothes وما اسمهاش clothes and give them، بتديهم لمين؟ للpeople who need them، للناس اللي محتاجاها، who او للناس اللي محتاجه الهدوم دي. خلاص كده يا شباب، وده اول درس معانا بيتكلم عن الحاجات دي. عندنا ادم واخته واميره. ادم بيعمل clean the trash، plant the trees، feed the cats and dogs. عندنا اخته بتعمل help her neighbors، volunteer at the community park. اميره بتعمل collect clothes and give them to the people who need them. ده ملخص الدرس باختصار ومفصل ومبسط كده عشان نبقى فاهمين ايه يعني. بيجي ازاي بقى في الامتحان يا شباب؟ بيجيب لي هنا اللي تشوز. لو جاب لي كلمه trash بنجيب قبلها ايه؟ clean. لو جاب لي كلمه the trees بنجيب قبلها plant. لو جاب لي كلمه cats او dogs او اي حيوان بنعمل له ايه؟ feed. طب لو جاب لي هنا neighbors بنعمل help. طب لو جاب لي community park بنعمل volunteer. طب لو جاب لي كلمه cloth نختار collect، وهكذا. ده بالنسبه لليسن 1 واللي بيتكلم عن how do we help the community.